الواد ده مهمش اقلب الفيديو يا جماعه. انا بدات احس ان جماهير برشلونه نفسها، مش هقول لك بقى جماهير باقي الفرق وبتاع، والناس اللي عايزه تاخد لقطه، والناس اللي عايزه تاخد شويه ريتش والكلام، لا، حتى جماهير برشلونه بداوا يهمشوا الراجل ده. يا ابني قسما بالله هو الجول، والله العظيم ثلاثه جول لامين يامال، هو الجول. انا ما اعرفش الناس ازاي بيجي لها قلب تتكلم ان لامين يامال يسجل. يعني الكره مش هقول لك انها قدام الجول، اكيد انا مش بتكلم على الموضوع بالتفاهه عادي، يعني الجول فيه تفاصيل تانية مهمه اكتر بكتير من ان الكره تبقى قدام الجول. انا مش بقلل من مجهود لامين ابدا، بس يعني عيب قوي يا جماعه اللي بيحصل مع الراجل ده. الراجل بيتهمش من البالون دور ومن الجوائز الفرديه ومن الاعلام ومن الصحافه ومن الاعلاميين ومن كل حاجه حرفيا، حتى الجماهير بقت ما تتكلمش عنه. يا جماعه رافينيا النهارده لحد لحظه خروجه من المباراه هو افضل لاعب في الملعب. يا جماعه رافينيا بغض النظر ان هو عامل الاسيست العالمي من كوره حرفيا معدومه بالنسبه لك، يعني اي لاعب مكانه هيبصي يا ده يا ده، لكن الباور اللي متباصه بيه الكوره، هو الراجل شايف من مكانه هنا اللعيب اللي جاي مغطي من الوينج التاني. مع رافينيا بعيدا عن مساهماته الهجوميه، الفيجن بتاعه وتحركاته في الملعب حته تانية خالص، مستوى تاني خالص. والله حقيقه انا مش عارف انت ازاي عايز الجوائز الفرديه ما تهمشوش والجماهير نفسها مهمشاه. ده بيجيب ريتش اكتر فنتكلم عنه. شكلك الهجومي اختلف بسبب الراجل ده، منظر خط هجومك بقى عامل كده بسبب الراجل ده.